مدرسة؟ مدرسة ايه؟ مدرستنا يا ابني، مدرسة شهيد. امتحانات وخلصنا، مذاكرة وارتحنا، في ايه تاني؟ لا دي مش امتحانات ولا مذاكرة، دي حاجة انت بتحبها بتموت فيها. خير في ايه هناك؟ نشاط وحركات، كورة ومسرح واستعراض، ألعاب ترفيهية ومسابقات، ندوات وحفلات. ايه ده؟ كابتن شوقي؟ أيوة كابتن شوقي. يبقى اكيد النشاط الصيفي. الله ينور عليك، أيوة هو النشاط الصيفي. وايه النشاط الصيفي ده يا رجالة؟ النشاط الصيفي ده يا عمنا مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والدينية يتم تنفيذها خلال الأجازة الصيفية. الهدف منها استثمار وقت الفراغ، تلبية احتياجات الطلاب في حاجات مفيدة. وعلى كده النشاط الصيفي ده حاجة مهمة. ايوه يا ابني، ده في غاية الأهمية. بيعمل على تدعيم وتقوية الروابط بين الطلاب والمدرسة أثناء الإجازة الصيفية. وكمان بيساعد على بناء الشخصية المتوازنة للطلاب من خلال اكتشاف وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وده زي ما قلنا من خلال ممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وفنية ودينية. وكمان بيدعم انتماء الطلاب للبلد وقادتها وعلمائها وتنمية روح المحافظة عليها. تبصير الطلاب بأهمية القراءة في الصيف وأثرها العظيم في تشكيل وعي الطلاب وتوسيع مدارك العقل. تدريب الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتنمية الثقة بالنفس والاعتماد على الذات. وكمان تدريب الطلاب على التخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات وتحمل المسؤولية. وكمان إيصال روح التنافس بين المترددين على المدرسة من خلال أنشطة مختلفة. واهم حاجه في النشاط الصيفي في ولاد في الابتدائي من الصف الخامس والسادس الابتدائي جاي لنا المدرسه السنه الجايه، فالنشاط الصيفي ده بيعود الولاد دول على المدرسه ويخلوهم جاهزين للمشاركه في الانشطه المدرسيه. وكمان بيخليهم يكونوا علاقات وصداقات بتنفعهم أثناء تواجدهم في المدرسة العام القادم إن شاء الله. وده ليه اثر ايجابي على شخصيتهم وسلوكهم، يعني اكتر ناس مستفيده من النشاط ده طلاب الجدد. وكمان بيكونوا علاقة قوية بينهم وبين المدرسين الأنشطة الموجودين في المدرسة. بسم الله ما شاء الله، دي حاجة في منتهى الروعة والجمال. احنا بنتكلم على مدرسة الشهيد، أقوى مدرسة في النشاط الصيفي والشتوي والربيعي والخريفي. طبعا يا ابني، ده لوجود خبير التربيه الرياضيه ومشرف عام الانشطه منسق التخطيط كابتن محمد شوقي. لو لاحظت هتلاقي الكل بيحاول يقلد الكابتن في حركاته وتكاته، قصص ومسرحيات، في لعب ودورات، وحتى في لبسه وكلامه ووجوده واكتشافات، لكن التاريخ محفوظ والكابتن واحد بس. فعلا يا باسم، تأليف وإخراج وتمثيل وتلحين ومشاركة وتواجد، فعلا الكابتن واحد بس. وده بقيادة المدير الأروع والأذكى الأستاذ حافظ إبراهيم، مدير مدرسة الشهيد بهجات الصول الإعدادية بنين، ومعاه نخبة من المدرسين المتميزين: الأخصائي الاجتماعي الأستاذ سيد البصاء، الأخصائي النفسي الأستاذة إيناس المحايص، الأخصائي المكتبات الأستاذة جهان محمود، أخصائي التطوير الأستاذ حسن شعبان، أخصائي التكنولوجيا والمعلومات الأستاذ شفيق الخراش، والرؤية الفنية الأستاذ محمد طائر. منظومة تخطيط في إدارة الأنشطة بمدرسة الشهيد بهجات الصول الإعدادية بنين. وإن شاء الله النشاط الصيفي في مدرستنا حاجة عظمة. فيه دورة تنس طاولة، بطولة قدم لأكثر من فئة سنية، بطولة كرة طايرة، مسابقات ترفيهية وألعاب، مسابقات ثقافية وعلمية، رحلات داخلية ومسيرات لمؤسسات الحكومية، وفي نهاية كل شهر في يوم رياضي كبير ومسابقات لاكتشاف المواهب وأعمال مسرحية وأدوات. في مدرسة الشهيد هتلاقي كل مفيد. هتشارك فيا دي؟ هشارك في كل دول. يلا بينا.